روحوا كنا قاعدين هنا برضه. ده اللي بيزعلني ان انا ما بحبش ان واحد مثلا او انه مجلس راجل مسؤول يتكلم بشكل والناحيه الثانيه يظهر بشكل ثاني. ما انا بقول لحضرتك حاجه، احنا خالص، احنا حتى لما جينا مشي كنا هنمشي، لكن ان انت تقعد تنام النومه ديت وتقعد القعده ديت احنا مش قابلين على نفسنا كده، بس انت غصب عنك. وبعدين معانا لعيبه جينا وادانا شهرين احنا ما كناش قعدنا لكن ما جاش ومحدش كلهم هربانين مننا. احنا كنا بنيجي لعيبه لها 100,000 جنيه تيجي تاخد 300 جنيه 300 جنيه و400 جنيه نيجي من السفر يقولوا لنا تعالوا نيجي ناخد ال 300 جنيه ونمشي. هو كبر الموضوع دلوقتي، مش هناخد شهرين، مش هنقدر شهرين. ولا لو عمل ايه بعد الاسبوع اللي نمنعه على الارض ده، لو عمل ايه مش هيبقى في مصداقيه، مفيش مصداقيه اصلا. مش هناخد شيكات. اتفقنا بقى يا كابتن، اتفقنا ان احنا يعني برضه لا هقول لحضرتك على حاجه، احنا مش هنيجي، احنا مش عايزين نيجي هنا تاني بامانه ربنا. انا بقول لك اهو، انا واحد من الناس مش هاجي تاني، لان انا هتفق على اتفاقات ومش هاجي تاني خلاص على كده. يعني ما تخيلش ان انا مثلا هتفق على اتفاق وحتى لو خلف بيه هاجي تاني، انا مش هينفع اجي تاني خلاص. انا خلاص، بس هو لازم نوصل لحل خالص. هو ان شاء الله جاي وانتوا ناس محترمه، وانا يا جماعه بشكركم ان انتوا برضو لبيتوا الدعوه، وبشكر برضو الاستاذ احمد، وبشكر الاستاذ ابراهيم، وبشكر الكابتن كيبر. بشكركم كلكم ان انتوا فعلا يعني تفهمتوا ان انتوا توصلوا في الاخر لحل عشان النادي الاولمبي، لان في الاول والاخر النادي الاولمبي ده اسم كبير واحنا مش هنصغر النادي الاولمبي، صح؟ فالحمد لله رب العالمين ان انتوا ناس محترمه، سواء لعيبه سواء مجلس اداره سواء كابتن، كلكم الحمد لله ناس محترمه وفاهمه. بشكركم والعبد الله ورئيس الجهاز ما سيبناهمش لحظه، فاتحين تليفوناتنا. حصل يا كباتن ما قفلناش تليفون، جيت قعدت معاكم 3 ساعات قلت لكم حقك موجود، بس دلوقتي انا عندي ظروف زي البلد كلها. نادي الزمالك اكبر نادي التنادي في الشرق الاوسط عنده ظروف يا جماعه. اسمح لي يا كابتن ابراهيم، هو اللعيبه برضه احنا بنلتمس لها العذر، للاسف الشديد بعض اعضاء مجلس الاداره كانوا بيوصلوا لهم معلومات خاطئه. هو استاذ احمد احنا بعد اذنك احنا ايه اللي حصل والحمد لله عدينا. بس الناس تعرف الحقيقه برضه احنا بنحل وفي ناس بتعطل الدنيا. هم النهارده لما يجوا يقولوا لي ان اعضاء مجلس الاداره اتصلوا بينا قالوا لنا كذا وكذا وكذا وكذا، ده ما يصحش يخرج من عضو مسؤول. هم ناس اكبر من كده وثبتوا فعلا بعد اللي حصل. ثبتوا. معلش عمرو لو سمحت، حضرتك رئيس النادي ولا عضو الوزاره، هو انا مش بشجع في الحل ولا ارمي عليك الحل؟ اذا كنت رئيس نادي يعني انت اله؟ اذا مش اله، رئيس النادي ده عضو مجلس اداره بصلاحيات معينه ومميزه عندنا، يكون عضو مجلس اداره يحل مش صاحب مشاكل يا جماعه. بس الحمد لله طلعوا امنا زي ما احنا حلينا قبل كده، والحمد لله يعني رب العالمين يعني انتهت المشكله بشكل جمالي وحضاري. نشكر طبعا الاعلام برضو اللي هو كل وسائل الاعلام اللي هي غطت الانتظار.